بنفسنا. احنا لعيبه، احنا رجاله، احنا عندنا امكانيات، احنا عندنا مهارات. احنا نوري نفسنا للناس دي ان احنا ننقذ ممكن انقاذه من الموسم، وان احنا نقدر نكسب علشان نبقى قافلين الدوري شكله نوعا ما كويس ان انت غلبت الزمالك. لان هي زي ما احنا كلنا متفقين ان هي بطوله في حد ذاتها، طبعا ما تعوضش عن بطوله الدوري، ولكن في حد ذاتها بطوله. اشرف بن شرقي امبارح عالمي، عالمي بمعنى الكلمه. اشرف بن شرقي، طاهر، تريزيجيه ما كانش قوي، اشرف بن شرقي وطاهر ومروان عطيه، الثلاثه دول كانوا نجوم امبارح. معظم الفرق كانت عاديه. طبعا كوكا كان كويس جدا برضه قدام بزيرة، خط الدفاع كان كويس. طبعا هتقول لي هو انت لما الاهلي هيكسب هتقول الله، ولما الاهلي يتغلب تقول يا ايه ده وايه ده وايه اللي حصل ولاعيبه مش رجاله. هقول لك لا، احنا اولا بننقد واقع اللي موجود واللي بنشوفه بنقوله. احنا ما بنقولش الاهلي امبارح كان حلو، على فكره الاهلي امبارح ما كانش حلو، الاهلي امبارح كان عادي. يعني الاهلي امبارح وده العادي بتاع الاهلي، الاهلي لما بيكون عادي بيعرف يكسب. يعني الاهلي مش لازم يبقى حلو وجامد قوي عشان يكسب، لا الاهلي على فكره لما بيكون عادي بيكسب برضه عادي، ده الطبيعي يعني. فالاهلي امبارح كان عادي كويس مش وحش، فاهمني؟ بس اللعيبه قالت لا احنا لازم نكون رجاله، لازم احنا يعني اللي هو ايه، عارف انت كده لما تكون نازل تقسيمه واخد صحابك معاك، عيال بيعرفوا يلعبوا، عيال لعيبه، عيال حريفه، مش محتاجين مدرب، بينزلوا يكسروا الدنيا، بيكسبوا ويلعبوا وبامكانياتهم وبمهاراتهم وبيكسبوا. فلعيبه الاهلي انا بقول لك هم قالوا كده، احنا مع بعض نقدر نكسب، مالناش دعوه بمدرب. مدرب ضعيف شخصيه، ضعيف امكانيات، ما عندوش مستوى ان هو يقدر يأهلنا ان احنا نكسب بطولات بس احنا موجودين، احنا لعيبه عندنا من الخبرات والمهارات ما يكفي ان احنا نقدر نكسب فريق زي الزمالك ده. تمام كده؟ ف طبعا مبروك النادي الاهلي وجماهيره، مباراه كانت كويسه جدا. 3-0 ما حدش كان يتخيل طبعا، يعني اكتر المتفائلين ما كانش يتخيل، ولكن هو ده الزمالك ودي الاهلي. نعيش ونغلب الزمالك، وتعيش يا زمالك وتتغلب من الاهلي. وادي الاهلي مش فالح غير في كده، يفشخ الزمالك ويجي على الولايه. طب ده كلام؟ طب ده كلام؟ طب سيبهم يفرحوا يا عم شويه، سيبهم يحتفلوا شويه. مش كده، مش كده يا جماعه. ده يعني الواد بن شرقي امبارح دلعهم اخر دلع، اسيست وجولين، مفيش احلى من كده. الجون الثاني حسين الشحات عامل الاسيست لحسين الشحات، ملوش حل، ملوش حل. والجون الثالث الوان توب بينه وبين امام عاشور حاجه تحفه. فمبروك لعيبه الاهلي وجهازه الفني، موسم للنسيان مش هنقدر ننكره، مش هنغير كلامنا، ولكن الخير في اللي جاي ان شاء الله.